صباح الفل يا رجاله. في الفيديو ده انا عايز بس اعلق على كل واحد كان بيعلق لي على البوست اللي انا منزله على الشباب بتوع النادي الاهلي، زي حمزه عبد الكريم والمواهب اللي عندنا ومحمد عبد الله والناس اللي بتلعب في منتخب مصر، تمام، وشايله اسم منتخب مصر وبيلعبوا تحت ضغط وبيلعبوا في افريقيا ولعبوا كاس عالم ها. والناس بتتكلم ان انا يعني منزل بوست للشباب الصغار دي كده هحرقها لو لعبت في الفريق الاول. واحد تاني يقول لي اصل انت بتهري وعامل فيها محلل. يا عم انا مش محلل وانا راجل على قدي، ولا اكني لعبت كوره قبل كده، ولا لعبت في انديه قبل كده، وانت ما تعرفنيش وقول اللي انت هتقوله. بس انا اللي عايز اساله حاجه واحده، ايه رايكم في ماتش امبارح؟ ايه رايكم في اللعيبه اللي جايبينها بملايين؟ ايه رايكم في الشناوي؟ ايه رايكم في ياسر ابراهيم؟ ايه رايكم في ياسين مرعي؟ ايه رايكم في محمد رمضان؟ ايه رايكم في زيزو؟ هو ده زيزو بتاع الزمالك؟ طب ايه رايكم في طاهر محمد طاهر اللي كان تايه؟ ايه رايكم في قفشه؟ هاتولي حد طب كان كويس يا جماعه. ايه رايكم في ديونج؟ طيب حلوين صح؟ طب محمد شكري، هو ده محمد شكري بتاع سيراميكا؟ الناس دي يا جدعان جايه بتلعب موظفين، دول خلاص. عارف انت كان حلمي ان انا اشتغل في شركه كبيره فاشتغلت فيها ومرتبي فيها كذا، فانا خلاص انا السنه اللي انا هشتغلها دي ولا السنتين اللي انا مقضيها معاهم هيدوني ملايين، هتعيشني حياه كويسه وحياه كريمه، فالموضوع مش مستاهل. وواحد تاني جاي يقول لي انت هتحرقهم. احرق مين يا حبيبي؟ احسن لعيبه في العالم دلوقتي سنهم 17 و18 و20 سنه. احنا عندنا مشكله في مصر، ان احنا ما بنصعدش الناشئين من بدري، نطلعهم في وسط الناس ونطلعهم ونعتمد عليهم طالما عندنا مواهب. وتعالى بقى نرجع للمواهب، احنا ما عندناش مواهب في مصر فعلا صغيره. لو انت هتتكلم فعلا حقيقي تقول لي بقى لا يا محمد انت غلطان، لان احنا ما عندناش مواهب في مصر اصلا. ليه؟ لان كانت الكره كلها الاول بالمواهب، وبينزلوا يدوروا في الملاعب ويدوروا في مراكز الشباب ويجيبوهم من الكوره ويجيبوهم من اقصى الجنوب ومن اقصى الشمال عشان يلعبوا كوره في النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي والكلام ده. دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي معاك فلوس يا حبيبي هتلعب كوره، معاك فلوس هتتعالج، معاك فلوس هتتجوز، معاك فلوس هتشتغل. انت متخيل؟ دلوقتي لو معاك فلوس هتشتغل. فهي الكوره دلوقتي ما عادتش موهبه، الكوره دلوقتي معاك فلوس هتعرف تلعب، معاك فلوس او ابن فلان الفلاني هتبقى انت كويس زي الفل. فاللي يجي ينتقد صح، ما يقوليش ان انت كنت غلطان، لان النادي الاهلي ما بيلعبش كوره من اول الموسم برغم الملايين اللي احنا صرفناها على لعيبه زي دي. وما تقوليش العيب في مدرب، لان ما فيش مدرب يا جدعان جه النادي الاهلي تمام عمل بصمه مع الفرقه دي بتنزل تلعب بمزاجها من الاخر كده. بيبقوا مأجرين ساعه بيلعبوا الساعه دي. بالنهارده انا مرتبي مثلا 50 60 مليون في السنه، فانا يعتبر الماتش مثلا بمليون جنيه، الماتش بمليون جنيه، فانا نازل اجر ساعه بقى يعني ايه من الاخر كده. عارف انت الراجل اللي بيقضي وقته عشان خاطر يرضي ربنا، يقول لك اعمل بالفلوس اللي انا باخدها. لا هم كمان ما بيعملوش بالفلوس اللي بياخدوها. فاللي يطلع ينتقد صح. وده كان ردي بس على الناس اللي كانت بتتكلم على البوست اللي انا منزله على شباب النادي الاهلي. لازم الناس تاخد فرص، ولازم الناس اللي المدربين يدوا فرصه للناس الموهوبه مش الناس اللي معاها فلوس. السلام عليكم.